الخطوة اللي تختصر مشوار التعليم، والخطوة اللي أحبها، والخطوة اللي ما تخلي تعب يروح بلاش، إنه أنتي تصير لك سيارة، نستأنف التدريب سيارة. دائما أنشر وأقول هذا الموضوع كلش 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 أنا أحبه وكلش أتونس به وفخورة بيهم. أشوف بناتي بدوا هيجي يعتمدون على روحهم وبطلات وسباعيات ويشيلون نفسيتهم ومسؤولية البيت ومسؤولية كل شيء، بحد ذاته هذا إنجاز. والإنجاز الأكبر إنه التدريب يعني يصقل شخصيتها، يصقل مهاراتها. كانت ماخذة فكرة عن التدريب إنه هو مرعب ومرهبة وهذه الأمور، لكن بفضل رب العالمين وبفضل تدريباتنا الجميلة وصلنا لأوصل مستوى ما شاء الله. البصرة كلها بناتها أغلبهم ترى تاجي. من أهم الإنجازات الروعة اللي أحبها بفترة التدريب إنه أنا أستأنف التدريب وأكمل التدريب من سيارتي لسيارة المشتركة. ألف مبروك إن شاء الله يا ربي، الله ينطيك خيرها ويكافيك شرها حبيبي ويدفع عنك البلاء، وإن شاء الله عقبال كل البنات اللي يحلمون ويطمحون لهاي اللحظة. أخذت أحمد لحظة جميلة، اللحظة الحاسمة حبيبي، ينطيك خيرها ويكافيك شرها حبيبي، وإن شاء الله أشوفك تجولين شوارع البصرة بدون أي خوف. يلا شغلي. وللأمانة هذه الإنجازات ما تكون تخصني وحدي أنا، حتى يكونون بالصورة. أنا أمتلك كادر من مدربين ومدربات قمة بالعطاء، قمة بالإخلاص بالعمل. كل شخص يحاول إنه يفرض تعليمه وإنه يخليها تكون بالسياسة الصحيحة بمجال قيادة السيارات. أكثركم أنتم مو يعني البنات أكثرهم ترى مو متدربين عندي علي، على حسام، على محمد، على ماديان، على عذراء، على باقي اللي موجودين. فكادري ما قصرتوا، ونعمة ما دربتوا، ونعمة ما انطيتوا. أنا اليوم من أقعد وتقول فلانة متدربة عند حسام أو متدربة عند علي أو باقي المدربين، أنا أكون مو بس فخورة بنفسي، أنا فخورة بيهم أيضا. احنا نعمل بروح الفريق الواحد، نعمل بروح الفريق اللي حتى ينجز وينطي